الشهيرة التي سقط فيها الكثير من المناضلين وسقط فيها المربي الفاضل البشير النبهاني. هذه حقائق تاريخية تدل على فضل أهل تطاوين على هذا البلد ومشاركتهم في تحريره. وهؤلاء الذين ينتفضون اليوم على مختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية لا أستثني أحدا، هم أحفاد هؤلاء القادة والمقاومين الذين قاوموا من أجل أن تعطى تونس استقلالها وحريتها لما كانت مستعمرة فرنسية، ولما كان الجنوب التونسي لوحده كان منطقة عسكرية وبقي منطقة عسكرية، بينما جميع المناطق الأخرى هي مراقبات بدنية وليست مناطق عسكرية. استثني الجنوب التونسي، استثني وهضمت حقوقه أثناء الفترة الاستعمارية، وهضمت حقوقه أثناء 60 سنة من الاستقلال ومن الدولة الوطنية، وما زالت رفات بعض أهالي تطاوين ومدنين وبن قردان وبن خداش إلى حد الآن في الجبال، ولم يقع حتى قبرها على الأرض إلى يوم الناس هذا. وبالتالي اسكتوا واخرسوا، لا تتحدثوا على تطاوين وعلى الجنوب بهذه الصفات الكريهة التي تدعي الانفصال وتدعي الابتعاد عن الدولة الوطنية. الدولة الوطنية عليها فضل أهل تطاوين وعليها فضل أهل الجنوب. سيد الرئيس، للأسف سيد الرئيس أقول أن الحكومة لا تعرف التفاوض ولا تعرف كيف تتعامل مع الوضع. في تطاوين هناك أعيان، في تطاوين هناك تاريخ، هناك وجهات محلية، هناك أولاد شهادة وأولاد دباب، هناك الطائفة، هناك الحمايدة، هناك الكثير من المجموعات الجلدات، وهناك الذهبات، هذه مداخل للحكومة لكي تفهم الوضع. مش واحد عايش في الصالونات في تونس هنا ويعتقد أنه يمكن أن يفهم ما يجري في تطاوين. ليس مسموح لهذا المجلس ولغيره أن يتهم أهالي تطاوين، ومن له حجج على أطراف داخلية تؤجج أو تمول فعليه أن يتحدث ويذكرها ويذهب للقضاء. هناك حلقات تاريخية غير منفصلة، هناك مناضلين ناضلوا في السابق ومناضلين ما زالوا يناضلوا اليوم من أجل تحسين وضعهم ومن أجل حماية هذا البلد. وهذا البلد شطر في تطاوين، شطر تونس في تطاوين، يحمي فيها في الحدود مع الجزائر ومع ليبيا ومع مالي ومع تشاد ومع السودان ومع الصحراء الكبرى اللي هي كلها عناصر على المستوى الإقليمي غير متوازنة اليوم، ويمكن تأثر في المشهد الأمني والمشهد السياسي والمشهد الاجتماعي في تونس والمشهد الدولي، يمكن تأثر في أوروبا. أهالينا في تطاوين هم اللي يحموا فيها، أهالينا في تطاوين هم السد تجاه كل إمكانيات التسلل. اليوم نجوا نعاقبوهم ونبدو نعايروا فيهم أهلنا في تطاوين، فيكم شكون يحرك فيكم وقوة سياسية ولا أدري ماذا من هذا الحديث الذي ليس له معنى. فلنغير بوصلتنا، هناك وضع سياسي واقتصادي يتطلب مقاربة جديدة. مقاربتكم فشلت في الحكومة. السيد يوسف الشاهد فلتجلس مع أهل تطاوين، تجلس معاهم وتاكل معاهم العيش والملح باش يصدقوك، باش كي تقول لهم بخدم 2000 تو يصدقوك. اما لما تجي انت تطاوين ما تعرفش واد نكليف وما تعرفش رماده وما تعرفش ذهبه وما تعرفش غمراس وما تعرفش حتى بقعه من تطاوين شندي والدويرات، كيفاش باش يصدقوك؟ ما تعرف. شكرا. الزملاء